اه اه لا هاخدها من الارض يا راجل. والموضوع التاني بتاع البهايم برضه هاخده يا راجل. لا بقول لك انا عامل له خطه جاحده، انا هاخد منه الاراضي كلها، هزنق عليه لغايه ما يبيع ارض واحده واحده، وبرضه انا اللي هاخدها في الاخر. الخطه دي انا هرسمها ما تخرش الميه، عارف؟ والله العظيم انا لو تفيت في البحر تفه بس هسم البحر، هنشفه نشيف. يابا يا يابا في تهمينك في جريمة الحكومة خرب الدنيا يابا. جريمتي جريمة اللي انت تاجر مخدرات. تاجر مخدرات؟ انا تجارت انا ادور على في البيت يابا لقي مخدرات. مخدرات يا ولاد، يا خراب البيت يا ولاد. خبر زين خالص، غور يلا امشي، غور غور. يا رب يا رب فك الدقيقة، يا رب يا رب فك الدقيقة يا رب. انا همشي. عبد الرحمن، ايه الاخبار؟ تمام. موضوع المخدرات ارتاح والحمد لله. طب خلاص يا اخي، سيب موضوع الارض للراجل الغلبان ده، مع يتامى وظروفه زي الطين يا اخي. فيش يتامى يا عم يا حاج ابو سعود دلوقتي، القوي ياكل الضعيف دلوقتي. مشكلتك يا عبد الرحمن مش هتتعلم. ربنا سبحانه وتعالى اداك درس، حطك في ضيق عشان ايه؟ ترجع من اللي انت فيه. لكن عارف مشكلة الانسان مش بيتعلم من الدرس. ربنا يحطه في ضيق وربنا يفرج عليه، وربنا الحمد لله يديك فرصة مرة واثنين وثلاثة وخمسين ومية، ولكن بعدين غضب ربنا يشتد عليك. اقسم بالله العظيم ربنا لما يشتد غضبه عليك يديك ضربة ملاش قومة تاني. لكن الانسان مش بيتعلم ولا بيقتنع، بيرجع اوسخ من الاول، بينسى اللي هو كان في ضيق، وبينسى ان في رب سبحانه وتعالى ولا اله الا الله. عبد الرحمن هقول لك حاجه، ارحموا من في الارض يرحمكم ما في السماء.